يا أهلا بكل المتابعين في فيلمنا الجديد. لو أنت لسه جديد معانا يا ريت تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك أحدث الأفلام. بيبدأ فيلمنا النهاردة بوصول مايكل موربس لكهف في منطقة بعيدة في بلد اسمها كوستاريكا، وموجود فيه فصيلة نادرة وخطيرة من الخفافيش مصاصة الدماء، وبيطلب منه الشخص اللي اكتشف مكان الكهف فلوس مقابل الخفافيش، ومايكل بيدفع له وبيحصل على الفصيلة النادرة دي من الخفافيش. وبيرجع بينا الفيلم ل25 سنة فاتوا في مدرسة في اليونان، وبنلاقي فيها مايكل وصديقه مايلو بيعانوا من مضايقة أصدقائهم ليهم لأنهم كانوا معاقين ومفيش علاج لحالتهم. وفي قسم علاج الحالات دي بنلاقي مايلو صديق مايكل كان هيتعرض للموت لأن الجهاز اللي بينقله الدم اتعطل، وهنا بينجح مايكل بعبقريته وذكائه إنه يصلح الجهاز بقلم وبينقذ صاحبه من الموت. نيكولاس أستاذ مايكل بيقابله وبيقول له إن الموهبة اللي فيك دي والعبقرية بتاعتك لازم حد يتبناها عشان يطورها، وبيعرفه إنه هيقدم له في مدرسة في مدينة نيويورك بتتبنى المواهب ديت، وإنه لازم يجهز نفسه للسفر. وفعلا بيسافر مايكل وبيسيب رسالة لصديقه عمره مايلو وبيعرفه فيها إنه هيسافر وهيحاول بكل جهده إنه يكتشف علاج لمرضهم الصعب، وإنهم هيتقابلوا تاني في يوم من الأيام. وفي المدرسة بنلاقي مايلو بيعيش أصعب أيامه لأن أصحابه بيتنمروا عليه وبيضايقوه لأنه عاجز، وبياخدوا منه رسالة صديقه مايكل وبيتخانقوا معاه، لكن بيوصل نيكولاس أستاذه في الوقت المناسب وبيخلصوا منهم وبيوعدوا إنه هيفضل جنبه ويساعده. وبيكبر مايكل وبيحصل على الدكتوراه وهو في سن 19 سنة، وكان عبقري ومتخصص في أبحاث الدم، وابتكر نوع جديد من الدم الاصطناعي قدر ينقذ بيه ناس كتيرة من الموت، وطور أبحاثه لخدمة البشر في العالم كله. لكن مايكل بيرفض ياخد الجايزة وتبرع بيها لخدمة البشرية. وفي مدينة نيويورك مايكل بيشتغل طبيب متفوق في أكبر مستشفيات المدينة، وبيعالج بنت اسمها أنا من مرضها. وبيتقابل مايكل مع صديقته الدكتورة مارتين وبتقول له إن الصحف كلها بتتكلم عنك إنك رفضت تاخد جايزة نوبل، لكنه بيقول لها ان فلوس جايزة نوبل مش هو هدفه، لكن هدفه هو خدمة البشر من خلال ابحاثه. وهنا مارتين بتتفاجئ بوجود عدد كبير من الخفافيش اللي جابها معاه مايكل من كوستاريكا، ومايكل بيعرفها انه هيستخدم الحمض النووي بتاع الخفافيش من خلال ابحاثه عشان يدمجها مع الحمض النووي للبشر، وده لأن دم الخفافيش فيه مضادات لأمراض كتيرة، وكمان ممكن يكون ده علاج لحالة العجز اللي عند مايكل، وكمان ممكن يعالج بيه صديقه مايلو. وبيبدأ مايكل يعمل أول تجربة من العلاج ده على فار تجارب موجود في المعمل، لكن الفار بيموت ومايكل بيسجل إن التجربة بتاعته فشلت، وبيحزن جدا وبيقول لمارتين صديقته إنه كان غرضه إنه يلاقي علاج عشان ينقذ بيه صاحبه مايلو وينقذ بيه نفسه من العجز اللي هم فيه. وفي الوقت ده بنلاقي أنا ابتدت تتعب جدا ودخلت في غيبوبة، وكان مايكل مهتم جدا بحالتها. وخلال علاج أنا اتفاجئت مارتين إن الفار اللي اتعملت عليه التجربة صحي تاني من الموت وحالته بقت قوية جدا أكتر من الأول. مايكل بيفرح جدا إن تجربته نجحت، وبيروح يقابل صاحبه مايلو وبيعرفه إنه لقي علاج لحالتهم، لكن العلاج ده ممكن يكون محظور دوليا بسبب إنه ما تجربش على البشر قبل كده، وإنه مش هيقدر يجربه في مدينة نيويورك، ولازم تتم التجربة في مكان بعيد عن الحكومة عشان محدش يتعرض ليه. وبيقول له إنه هيجرب العلاج الجديد ده في سفينة في وسط البحر بعيدة عن المدينة نهائيا. وبيتحرك مايكل ومايلو وبيمشوا مع بعض، ومايكل بيقول له ان الدكتوره مارتين بتساعده عشان يطوروا العلاج ده، لكن مايلو كان يأسان جدا وبيقول له ان مفيش اي علاج هيقدر يعالج حالتهم، لكن مايكل بيقول له ان العلاج الجديد ده ممكن يكون الفرصه الاخيره ليهم عشان يتعالجوا، وانه لازم يسافر عشان التجربه. وفي سفينه في وسط البحر موجود فيها شويه مورتين، وبيكملوا ابحاثهم على الدواء الجديد، وبينجح مايكل انه يدمج حمض الخفافيش مع الحمض النووي بتاع البشر، وتجربته بتنجح، وبيطلب من مارتين انها تحقنه بالدواء الجديد عشان يجربه على نفسه. وفعلا بتبدا مارتين في حقنه بالعلاج الجديد، وهنا بيدخل عليها واحد من المرتزقه الموجودين في السفينه وبيطلب انه يعرف ايه اللي بيحصل في المعمل، لكن مارتين بتطلب منه انه يغادر المعمل ويطلع بره. وفي الوقت ده بنتفاجئ ان مايكل مش موجود على سرير المعمل، وبيبحثوا عنه وبيلاقوه متعلق في سطح المعمل، وبيبدا يهجم على الشخص اللي دخل عليهم وبيفترسه ويمص دمه. مارتين بتخاف جدا وبتطلب من مايكل انه يتوقف عشان ما يأذيش نفسه، وهنا بيدخل عليه باقي المرتزقه وبيحاولوا يموتوه، لكن مارتين بتدافع عنه فبيضربوها وبيغمى عليها. وبيخرج مايكل من مكانه وبيفترس كل الموجودين ويمص دمهم. ولما خلص مفعول الدواء رجع مايكل لوعيه الطبيعي، واكتشف ان جسمه بقى اقوى وان العجز اللي فيه راح، وبدأ يستغرب من اللي حصل، وراح على كاميرات المراقبة وشاف انه بعد ما خد الدواء تحول لمصاص دماء وقضى على كل الموجودين. بيحزن مايكل جدا على اللي عمله، وبعدين بيطلب من خلال اللاسلكي فرقة انقاذ جوي تيجي للسفينة عشان تنقذ صديقته مارتين،
وهنا بيقرر مايكل انه يمسح ذاكرة الكاميرا وياخد معاه العلاج الجديد اللي حوله لمصاص دماء عشان محدش يكتشف اللي عمله، وبينط مايكل من السفينة ويمشي. وهنا بيوصل الضابط ستراود للسفينة ومعاه المحقق رودريجوز، وبيبدأوا يشوفوا الجثث وبيلاحظوا ان دمها ممصوص، ومن هنا بيبدأوا يحققوا في الواقعة وبينقلوا الدكتورة مارتين للمستشفى. بيوصل مايكل للمختبر بتاعه وبيلاقي ان مفعول الدواء ابتدى يروح، فبيستخدم كيس من الدم الصناعي اللي انتجه عشان ترجع له قوته تاني. وابتدى مايكل يكتشف القدرات الخارقة اللي اصبح يمتلكها جسمه بعد ما خد الدواء الجديد ده، واصبح يقدر يقفز لمسافات عالية جدا وعنده قدرة على الطيران. مش بس كده، لكنه بيسمع اي حاجة حتى لو من مسافات بعيدة. ولان مفعول الدم الصناعي بيدوم ل6 ساعات فقط، حاول مايكل انه يتحدى نفسه وما يعتمدش على الدم الصناعي، وحبس نفسه عشان جسمه يقدر يتعافى بدون استخدام الدم. لكن جسمه ضعف جدا ووصل لمرحلة الموت، لان صديقه مايلو وصل في الوقت المناسب وقدر يجيب له كيس دم صناعي عشان جسمه يتعافى تاني. وهنا بيرجع مايكل لحالته الطبيعية وبيبدأ يكشف السر لصديقه مايلو ان الدواء الجديد ده اداله قدرات خارقة وعالج جسمه، لكن في نفس الوقت هو علاج خطر على البشر لانه بيحولهم لوحوش ممصصين دماء. وهنا مايلو بيطلب من صديقه مايكل انه يديله من الدواء الجديد ده عشان جسمه يتعافى، لكن مايكل بيرفض ويقول له انه مش عايز مصيره يكون زيه، وانه مش عايزه يتحول لمصاص دماء ويخسر طبيعته البشريه. لكن مايلو بيقول له انه مش معترض حتى ولو اتحول لكائن تاني، اهم حاجه ان جسمه يتعافى. مايكل بيصر على رفضه وبيبدا يغضب على مايلو ويطلب منه انه يغادر المكان لانه مش ممكن يديله العلاج ده ابدا. وهنا مايلو بيغضب جدا وبيمشي وبيسيب مايكل. بيوصل فريق التحقيق بعد كده وبيبداوا يحققوا مع الدكتور، لكنها بتخاف على صديقها مايكل وبترفض تديهم اي معلومات، وبتقول لهم ان كان مغمى عليها ومش فاكره اي حاجه. وفي المستشفى اللي بيشتغل فيها مايكل بنلاقي الممرضة كريستين بتتعرض لهجوم من شخص غريب حاول انه يقتلها ويمص دمها، وفعلا بينجح الشخص ده انه يخلص عليها ويقتلها ويتغذى على دمها، لكن محدش كان عارف مين اللي عمل كده. وهنا بيوصل مايكل ويكتشف ان كريستين اتقتلت، وبيبدأ ياخد كل اكياس الدم الصناعي عشان يسيب المكان ويمشي. في الوقت ده بيوصل ستراود ويحاول يحقق مع مايكل وبيقول له انه اكتشف على السفينة وجود الالعاب الورقية اللي كان مايكل بيعملها، وانهم عرفوا ان ليه علاقة بالجثث. وبيبدأ مايكل يهرب منهم لكنهم بيطاردوه وبينجحوا انهم يقبضوا عليه. وبيتحبس مايكل في قسم التحقيقات وبيبدأوا يواجهوه باللي حصل في السفينة، لكنه بينكر وبيعدي الوقت، ويبدأ مايكل يجوع ويحتاج دم، وبيطلب منهم انهم يجيبوا له الشنطة اللي كانت معاه عشان يتغذى على الدم عشان ما يهاجمش حد. لكن الضابط رودريجوز بيرفض يديله الشنطة وبيسيبه جعان ويمشي، مقتنع بالسجن بتاعه لان ده هيمنعه من انه يقتل اي حد تاني. وهنا مايلو بيسيب كيس دم لمايكل وبيمشي، وبنتفاجئ ان مايلو ساب العصاية بتاعته وخف من المرض بتاعه واصبح جسمه قوي. وفي الوقت ده بيعرف مايكل ان مايلو قدر يوصل للعلاج الجديد وخد منه جرعة وتحول لمصاص دماء. بيبدأ مايكل يغضب جدا، وعشان قوته ترجع له ابتدى يشرب كيس الدم اللي سابه ليه مايلو، وقوته رجعت له تاني وقدر يهرب بقوته الخارقة من السجن. وابتدى الحراس يطاردوه لكنهم ما قدرش يمسكوه. وبيبدأ مايكل يستخدم قدراته في تحديد مكان مايلو اللي انطلق في المدينة وابتدى يقتل الاشخاص اللي فيها. بيوصل مايكل لمايلو وبيواجهه، ومايلو بيعترف ليه ان هو اللي قتل الممرضة كريستين، لكنه ما كانش يقصد يقتلها، وان غريزة مص الدم هي اللي خلته يعمل كده. وبيبدأوا يهاجموا بعض، وبنلاقي مايلو عنده قوات خارقة جدا وقدر يتغلب على مايكل لانه مايلو بيشرب دم كتير من الناس الموجودة في المدينة. وهنا بتوصل الشرطة وبتحاول تقبض على مايلو، لكنه بيخلص عليهم كلهم وبيمص دمهم ومش بيسيب وراه اي اثر وبيمشي. مايكل بيبحث عن صديقته الدكتورة مارتين وبيوصل لها وبيقول لها ان مايلو خد الدواء الجديد وتحول لشخص عدواني وبيهاجم الناس في المدينة، وانه لازم يوقفوا عند حده، وانه محتاج مكان يمارس فيه ابحاثه عشان يطوروا دواء جديد يكون مضاد للتحول الى مصاص دماء ويقدر يوقف بيه مايلو. وفي المطعم اللي كانوا موجودين فيه بيقدر مايكل من خلال حاسة السمع القوية اللي عنده انه يكتشف وجود شخصين كانوا بيشتغلوا في مختبر ابحاث، وانهم بيمارسوا ابحاث مشبوهة في المعمل ده. وهنا بيقرر انه يذبحهم، وبيوصل لغاية المختبر وبيطلب منهم انهم يغدروه عشان يبدأ يستخدمه. وطبعا بيرفض صاحب المختبر، لكن مايكل بيتغلب عليه وبيسيبه ويمشي. وبيبدأ مايكل يطور الدواء الجديد اللي هيكون مضاد للتحول الى مصاص دماء. وفي الوقت ده بنلاقي مايلو ابتدى يتحرك في المدينة وبيتعرف على بنت في كازينو، لكن صاحبها بيمنعه وبيمشيه، ومايلو مش بيرضى يهاجمه عشان ما يفضحش السر بتاعه ويعرف الناس انه مصاص دماء، لكنه بيستناه خارج الكازينو وبيهجم عليه ويمص دمه. وبتبدأ الشرطة تحقق في واقعة موت الاشخاص اللي كانوا موجودين في الكازينو من خلال كاميرات المراقبة
بيبدأوا يكتشفوا ان القاتل ما كانش مايكل لكنه واحد تاني. بيتحرك مايلو وبيقابل مارتين وبيطلب منها انها تعرفه مكان مايكل، لكنها بتقول له انها ما تعرفش مكانه وبيسيبها ويمشي. وبتوصل مارتين لمايكل الموجود في مختبر الابحاث، وبنلاقي مايكل شغال بجهد كبير عشان يقدر ينتج الدواء الجديد اللي هيوقف بيه صديقه مايلو. وهنا بيسمع نيكولاس الاخبار وبيكتشف ان مايلو تلميذه تحول لمصاص دماء، وبيروح يقابله وبيطلب منه انه يتوقف عن اللي بيعمله وعن اذية وقتل الناس. وهنا بنلاقي مايكل قدر ينتج جرعتين من الدواء الجديد، وهو عبارة عن سم مضاد لمصاصين الدماء، وانه هيتخلص من مايلو وشره وبعدين ياخد هو الجرعة التانية عشان يخلص العالم من الشر اللي كان هو سبب فيه. وفي الوقت ده بيتصل نيكولاس بمايكل وبيطلب انه يجي بسرعة عشان يساعده، وبيقدر مايكل انه يحدد مكانه ويوصل له، لكن وصل ليه في انفاسه الاخيرة. واخر كلمة قالها له نيكولاس انه لازم يوقف مايلو عند حده. مايلو قدر يوصل لمارتين وقدر انه يهاجمها، وطلب منها انها تصرخ بصوت عالي عشان يسمعها مايكل ويجي عشان مايلو يحاربه. وفعلا سمع مايكل صوتها ووصل ليها، لكن بعد فوات الاوان ولقاها مرمية على الارض. وهنا بتطلب منه مارتين انه يتغذى على دمها عشان يبقى قوي ويقدر يواجه مايلو. وبيمص مايكل دم مارتين وقوته بترجع له تاني. وهنا بيوصل ليه مايلو وبيبدأ يحاربه بقوة، وابتدى مايلو يتغلب على مايكل، لكن مايكل قدر انه يطلق نداء للخفافيش اللي وصلت بكميات كبيرة وقدرت تساعده وتهاجم مايلو. وهنا بينجح مايكل انه يطعن مايلو بالسم الجديد المضاد لمصاصين الدماء، وبيخلص من مايلو ويخلص العالم من شره. وبتوصل الشرطة لكنها بتتفاجئ بكمية كبيرة من الخفافيش بتطلع من تحت الأرض. وبيقرر مايكل انه يغادر مع الخفافيش عشان يبعد عن المدينة كلها. وبنتفاجئ في نهاية المشهد ان مارتين بتقوم من الموت. وفي نهاية الفيلم بنلاقي مايكل بيقابل كائن غريب جاي من عالم تاني، وبيكون ده تمهيد لجزء تاني من الفيلم هيتم انتاجه قريب. ما تنساش تعمل معانا اشتراك في القناة وتضغط لايك على الفيديو وتفعل جرس التنبيه عشان توصلك احدث الافلام الجديدة. ابطال الفيلم هم جيرد ليتو اللي بيقوم بدور مايكل موربس، وجيرد هاريس اللي بيقوم بدور نيكولاس، ومات سميث اللي بيقوم بدور مايلو. الفيلم من إنتاج 2022 وتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية.